السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ النهارده بإذن الله طالعين بفيديو جديد، بس كالعادة قبل ما بنبدأ الفيديو بتاعنا بنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بإذن الله يا حبايبي معايا الصواني التقديم اللي أنا جايباهم في جهاز بنتي، يلا بينا عشان ما اطولش عليكم الفيديو نشوف معانا إيه. بُصّي يا حبايبي الصينية بتاعتنا دوّة شكل اليد بتاعها، هو أنا بس مش عارفة أقرّبها أوي علشان بس ما تظهرنيش، دوّة شكل اليد بتاعتها أهوّة. دوّة حجمها، دي أول صينية، الطقم بتاعنا يا حبايبي دوّة اللهم صل على النبي دُولًا 2 مع بعض بس اللي هو اللهم صل على النبي اللي هو الطقم الكبير، الصواني الكبيرة مش الصغيّرة، أنا هاورّيكم الصغيّر وهاورّي لكم الكبير. في بقى حاجة هنا لازم ناخد بالنا منها أوي، إن أنا لمّا باجي أجيب الصواني الstainless stainless steel دي لازم أجيبها اللي هي 18/10. أنا كنت في المحل وأنا باجيب بنتي عجبها طقم صالوني تاني هو مزخرف أوي وشكله يعني فخم جدًا، فلمّا جيت طلبت منهم اللهم صل على النبي، لمّا جيت طلبت منهم مغناطيس في المحل قال لي: "لأ دوّة المغناطيس مش موجود." هاقول لكم بقى حاجة أنا عملتها عشان خاطر أعرف إذا كانت الصواني بتاعتي stainless أصلي والّا لأ. بُصّي يا حبايبي أي شنطة يد في إيدينا أو البوك اللي هو بيبقى الكيس اللي بنحط فيه الفلوس، بيبقى فيه اللي هو المغناطيس ده أهو، فأنا أخدت الجزء اللي من تحت دوّة أهو، وبدأت إن أنا تانية الشنطة كده، بُصّي يا حبايبي أنا تنيت الشنطة بتاعتي كده، وبدأت أحط المغناطيس دوّة على الصينية بتاعتي، فلقيتها إن هي ما بتمسكش فيها، هي كده stainless. إنما الأولانية هي كانت شكل وزخرفة، بس أول ما عملت المغناطيس عليها فمسكت فيها، وكانوا من الاتنين يعتبروا بتمن واحد. هاورّيكم الصينية التانية الكبيرة بتاعتها، دي أدي كده أول حجم معانا، ده تاني صينية معايا، أنا باحاول إن أنا يعني ما اخلّيهاش تبينني أنا أوي أهي، وأدي زي ما قُلت لكم الرسم بتاعها ديّة الصينية ديّة أكبر من التانية، يعني ما شاء الله ديّة لمّا يكون عروسة في أول أسبوع بتقدّم عليها أطباق الجاتوه مع الحاجة الساقعة اللي بتحطها، فما شاء الله هي كبيرة، دوّة الحجم بتاعها، وما شاء الله عليهم يعني هُم تُقال مش خفاف، أهو برضه هاورّيكم بُصّي يا حبايبي أدي الاسم بتاعها أهو، بُصّوا مختومة، دوّة حفر مش كده لأ، دوّة محفورة عليها أهو ب18/10 أهي، بس هاحاول إن أنا أبيّن لكم الرسمة بتاعتها برضه عشان تبقى باينة معاكم، أهي بُصّوا يا حبايبي أدي الرسمة بتاعتها أهي، بس باحاول إن أنا أبيّنها لكم أهي، وأدي أدي اليد بتاعتها زي ما أنا قُلت لكم ديّة الصينية ديّة الكبيرة، وأدي الصينية التانية، أدي المقاسين على بعض. أهوّة الطقم دوّة عامل كام؟ بُصّي يا حبايبي الطقم دوّة عامل اللهم صل على النبي 950. هنشوف بقى مع بعض صواني التقديم التانية، أنا كنت قبل كده اللي متابعين القناة معايا الطقم دوّة أنا كنت قدّمته قبل كده معاكم، بس عاوزة أقدّمه لكم تاني، بحيث إن أنتم تشوفوا الطقمين اللي أنا جايباهم. بُصّي يا حبايبي دوّة اللهم صل على النبي الطقم التاني دوّة برضه السليستين 18/10 برضه، دوّة أنا جايباه لها للمطبخ أهوّة، أدي شكل اليد بتاعته، دي الصينية الصغيّرة بتاعته. أهي برضه عليه برضه يا حبايبي نفس أو نفس برضه الإيه، الطباعة أهي عليه برضه، حفر برضه مش يعني مش حاجة كده وخلاص، دي محفورة. ديّة الصواني ديّة دُولًا مصري، إنّما الأولانيين تركي. أدي أول صينية، وأدي يا حبايبي حجم الصينية التانية أهو، ديّة تاني صينية أهي معانا، دوّة شكلها، وأدي الحجم التالت. اللهم صل على النبي، الطقم دوّة أنا قُلت لها دوّة هنخلّيه استعمالِك في المطبخ. بُصّي يا حبايبي أنا طبعًا جايبة فيه طقمين صواني مينامين تاني أنا جايباهم أهو، دي كده أدي تالت صينية معانا، إنّما الصواني التانية لأ حجمها أكبر، يعني لسه حاطة الكرتونة أنا حاطاها لكم على الكرتونة بتاعة الصواني الكبيرة، أدي ال3 أحجام. بُصّي يا حبايبي أدي أنا حطيت لكم اللهم صل على النبي، ال3 صواني على بعض أهُمّة، أدي ال3 إنّما التانيين لأ، التانيين أكبر.
بُصّي يا حبايبي أدي الصواني بتاعتنا، أدي الفرق، أنا حطيتهم لكم على بعض أهُم، أدي دُولًا كده ال3 صواني اللي أنا باقول لكم عليهم اللي هُم الأصغر أهُم، ودُولًا اللي هُم الاتنين اللي هُم حجمهم أكبر. هنشوف بقى مع بعض إيه تاني. بُصّي يا حبايبي بعد كده بقى معايا الصينية ديّة، ديّة صينية العشا، أهي أنا جايبة لها اللي هي المينامين ديّة، دي الكبيرة، أهي بُصّوا ديّة أهي، أهي يا حبايبي بُصّوا أدي الشكل بتاعها، أهي ديّة اللي هي اللهم صل على النبي، دي اللي هي بتاعة الفطار، لمّا تكون هي قاعدة هتفطر مثلًا هي وجوزها، هتحط عليها حاجة، دوّة أهي، دي اللي هي اللهم صل على النبي، دي اللي هي المينامين، دي كنت جايباها من فترة كانت ب150. ديّة الشكل بتاعها، هنشوف الصينية بقى الstainless steel الكبيرة برضه بتاعة العشا هاوريها لكم. بعد كده يا حبايبي بقى دي كانت آخر صينية معانا، دي اللي هي صينية العشا اللي هي الصينية الكبيرة برضه stainless steel. بُصّوا هي برضه عليها اللهم صل على النبي، هي برضه عليها كده زي رسومات كده بالليزر، أهو أنا باحاول إيه بُصّوا يا حبايبي أنا باحاول إن أنا أبينها لكم، أهو عليها برضه رسومات كده هي كلها عليها رسومات بالليزر، دوّة الشكل بتاعها. هي ما شاء الله عليها يعني ما شاء الله عليها هي محمّلة وتقيلة. دي لأ، أنا مش فاكرة الصراحة كُنّا جايبينها بكام، عشان دي كانت من فترة كُنّا جايبينها، فترة يعني بقى لها حبّة كتار، فأنا مش عارفة تمنها، أهي. لمّا بنيجي بقى بُصّي يا حبايبي، النصيحة بقى اللي أنا عاوزة أقولها للبنات الصغيّرين، البنات اللي هي مثلًا بتنزل تجيب حاجة مع نَفْسها أو بتجهّز نَفْسها، طبعًا أنتِ لمّا تيجي يا حبيبتي تجيبي الصواني، أهم حاجة يكون زي ما قُلت لِك في الأول، أهم حاجة يكون في إيدِك المغناطيس، ما فيش معاكِ مغناطيس، الشنطة اللي في إيدِك بيبقى كده هي موجود فيها مغناطيس. بت بتتنيها كده وبتشوفي الصينية، إذا الصينية مسك فيها زي ما قُلت لِك، إذا مسك فيها المغناطيس ديّة بلاش منها طبعًا، دي بتبقى كروم، دي مش stainless steel أصلي أو stainless steel اللي هو بيبقى المضروب، فصاحب المحل عمره ما هيقول لِك إن ديّة stainless steel والّا هيقول لِك إن هي كروم، لأ مش هيقول لِك على المعلومة ديّة، فلازم أهم حاجة زي ما قُلت لِك المغناطيس معاكِ، مسك فيها المغناطيس ما تاخديهاش، ما تاخديهاش. حاولي إن أنتِ تجيبي الصينية اللي هي الstainless steel اللي يكون 18/10 وما يمسكش فيها المغناطيس. وهي دي يا حبايبي الحاجات اللي كانت معانا النهارده، نتمنى يا رب إن الحاجة بتاعتنا تعجبكم، وإن عجبكم ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة، وتفعّلوا لنا الجرس، وعاوزين بإذن الله منكم لايكات كتير، عشان اللايكات بتاعتكم هي اللي بترفع لنا الفيديو. أنا كنت هانزّل لكم الفيديو دوّة زي ما قُلت لكم بقية الفوط اللي أنا جايباهم لبنتي وبقية فوط الأطفال، بس أنا قُلت أوريكم الصواني الجديدة اللي أنا لسه جايباهم قبل ما أشيلهم. أتمنى يا رب إن الحاجة بتاعتنا تعجبكم. استنونا.